شكرا للزميل العزيز سيف الجراح، والشكر موصول للكباتن حكيم شاكر والكابتن صفوان عبد الغني في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدين الكرام، متابعي العراقية الرياضية أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. هذه أجمل تحيات محدثكم محمد الهركي. يسعدني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء الودي الدولي الذي حتى الآن، وبالتالي هناك مباراة أخرى في هذا كورونا، وبالتالي يفتقد لحوالي 3 لاعبين. لقاءات يعني متعددة، تنفيذ داخل المنطقة وتخرج خارج المنطقة إلى خارج. الصيفي غاب لفترة طويلة جدا. آخر ياسين يتقدم، ياسين يعكس الكرة ولكنها بعيدة رامي تمس، رداد أحمد ثائر، محمود مرضي، فضل هيكل، صالح راتب، أنس مع الكرة. عنده الآن حوالي لاعبين. قطع الكرة من قبل اللاعب حسن رائد عدي بخبرته. الآن التمريرة ولكن مقطوعة، عراقي. منتخب العراق الآن يتقدم ولكن خطأ يمكن على اللاعب العراقي أيضا معروف همام طارق. الآن العرضية تأتي ولكن سهلة عند عبد الله. كرة بالأمام بينية ولكن أيضا عرض الملعب، تبقى منفذة ولكن مقطوعة من محمد علي كاظم على الجهة اليسرى عكس الكرة، ولكن بينما أول انتصار للكرة الأردنية على الكرة العراقية كان ياسين يراوغ، يتقدم، يعكس كرة، والخطورة الآن أردنية والفرصة، ولكن تذهب إلى أول ركلة ركنية في المباراة. كرة كانت يعني باتجاه بقى فيصل، ولكن مدافع العراقي يبعدها داخل الميدان. هاجم الآن المنتخب العراقي محمد علي كاظم، سقوط وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء من مكان خطر على مرمى منتخبنا الوطني. تعين عام 2018 من 11/9. في تصنيف الفيفا الأردن في المركز رقم 97 برصيد 1238 نقطة، بينما المنتخب العراقي في المرتبة 70 على سلم تصنيف الفيفا برصيد 1300. حلوة عند اللاعب ياسين ولكن تسديدة من يعني زاوية ضيقة من ياسين. هذه الزاوية ضيقة جدا. دكة الكرة حرة خطيرة المنتخب العراقي. التنفيذ وحائط الصد. أكبر انتصار المنتخب العراقي. كرة باتجاه اللاعب فراش الباي ولكن مقطوعة. عبد الله الفخوري، موسى التعمري مع الكرة، يحافظ. هناك ضغط عليه، نشاهد الضغط الكبير عليه من قبل اللاعب المنتخب العراقي محمد مزهر، وبالتالي خطأ لمصلحة موسى التعمري. إضافة إلى مشاركات عديدة في بطولات أولمبية، 99 مباراة. الآن هجم المنتخب العراقي